السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الانتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم، ما لها وما عليها وما حواليها وكثرة الأمور فيها. أنا أسف أن يصل حالنا إلى المحاكم الدولية من أجل رياضتنا ومن أوصلنا إليه. الأخوة في الاتحاد العام نسمع عن أندية صناعات سوف تقاطع أنشطة الاتحاد اليمني لكرة القدم بسبب إقصاء مرشحيها بطريقة غير شرعية. لا ننسى أن أندية عدن هي السباقة في المقاطعة، وأندية تعز أيضا، ونخشى أن أندية حضرموت تلتحق بهذه المحافظات إذا لم ينجح مرشحها في الانتخابات. فلمن سوف تقوم البطولات إذا هذه المحافظات وهذه الأندية العظيمة اللي موجودة في هذه المحافظات والكثافة السكانية، لمن سوف تقوم البطولات والأنشطة؟ الأخوة في الاتحاد عليكم مراجعة أنفسكم. نتمنى منكم والوقت ما زال لديكم أن تعطوا رسالة للجنة الأولمبية بمخاطبة الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بتأجيل الانتخابات، وإعطاء رسالة لوزارة الشباب والرياضة بتفعيل دور الجمعية العمومية وانتخابات للأندية من أجل إرسال مرشحها ومندوبها في الاتحاد اليمني لكرة القدم من أجل إقامة الانتخابات بطرق رسمية وشرعية. بعدها يفوز أحمد صالح العيسي، يفوز من فاز بالانتخابات، فهذه تعتبر انتخابات نزيهة، فيكون كل اليمن حول هذا المرشح الذي نجح بهذه الطريقة، وكلنا له سند من أجل مصلحة الرياضة اليمنية. أما العناد هذا المرشح أريده وهذا المرشح لا أريده وهذا المندوب لا أريده، أريد المندوب السابق وأريد المندوب المتوفي، فهذه فوضى عارمة للأسف. هل تريد تصلوا بالكرة اليمنية إلى التجميد؟ فهذه سوف تكون نقطة سوداء في جبينكم أنتم فقط. أما نحن كرياضيين لن نخسر شيء. ماذا سوف نخسر؟ سوف نخسر الدوري أبو شهر ونص، أو الدوري اللي بعد صلاة الفجر اللي اللاعبين يناموا فيه وراء دكة الاحتياط. هذا اللي سوف نخسره منكم. ولكن سوف يقام المنطقة الشتوي، سوف يقوم دوري عدن وكاس عدن ودوري حضرموت وكاس حضرموت بالجماهير الكبيرة العظيمة، وسوف يقام دوري في تعز، وأيضا سوف نشارك في كاس الخليج أسوة بالأخوة الكويتيين عندما تم تجميدهم يشاركوا في كاس الخليج. وسوف يتدخل الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم إلى أن تقام الانتخابات. فأنتم الخسرانين لسمعتكم، وقد كان لكم بعض الخيرات في سنواتكم الطويلة الذي قدتم فيها الاتحاد، ولا أحد ينكر ذلك. لكن هل تريدوا أن تخرجوا من الباب الأسود والمظلم؟ نتمنى التوفيق ومراجعة أنفسكم، واعذرونا. تبصروا الفنانين كلهم في جنات عدسة الفن مع الأستاذ والإعلامي وليد الرزيقي. عدسة الفن بوابة الجاي يكون فيه الاشتراك وضغط اللايك، إن شاء الله تدعمون اللايك. تابعوا نجوم الفن اليمني في جنات عدسة الفن مع الأستاذ الإعلامي قلوب الناس.